صباح الجمال والسعادة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. فطار بقى سهل كده ولذيذ، هنعمل مع بعض شوية بيض مقلي كده. واول حاجة عشان البيض مش يلزق مننا في الطاسة نفسها اللي بنقلي فيها البيض، بنحط رشة ملح خفيفة، وبعد كده بنحط الزيت او السمنة او المادة الدهنية عموما اللي هنقلي بيها البيض. وبعدين بننزل بالبيض كده على الزيت السخن او السمنة. وبعدين بقى بنفك بضاية بضاية كده، او عايزين تربوه الاول قبل ما تنزلوه. دي برضو دي حسب راحتكم، بس انا حبيت اقول لكم بس معلومة ان لو مش عايزين البيض يلزق في الطاسة اللي عندنا، نحط رشة ملح. وبرضو في الفراخ نفس الكلام، اي حاجة مش عايزينها تلزق في الطاسة وشاكين انها ممكن تلزق، رشة ملح خفيفة وبعد كده نستعملها عادي. مش محتاجة طبعا اقول لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش بقى لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. فطار لذيذ كده وقمر، ممكن بيض مسلوق، ممكن بيض مقلي، يوم كده يوم كده والدنيا بتمشي يعني. تعالوا بقى نشوف الترند الجديد اللي بيتكلموا عنه، والشوكولاتة اللي بيقولوا عليها ب900 جنيه وب1000 جنيه وب700 جنيه حسب المكان اللي بيبيعها. تعالوا بقى نشوف تستاهل التجربة ولا لأ. طبعا أنا عمري ما اشتريها أبدا، السعر فعلا مبالغ فيه جدا، حتى مهما كان طعمها خطير. عادي احنا هنجرب الميكسات مع بعض وهقول لكم لايقة على بعض ولا لأ. تعالوا بقى نشوف طريقتها بأقل تكلفة. جبنا بقى شوكولاتاية خام كده، دي كانت عندي بقى لها فترة في التلاجة بصراحة، أنا بعمل بيها السابليه والحاجات اللي زي كده، وساعات بجيبها سايبة. في الوصفة دي بقى يعني ممكن تجيبي أي شوكولاتة انتي بتحبي طعمها، يعني مش لازم خالص تكون دارك، ومش لازم تكون شوكولاتة خالص خام. يعني ممكن شوكولاتة بسكر عادي اللي انتي بتحبيها، النوع أو الطعم اللي انتي بتحبيه هتجيبيه، هتكسريه في نفس الكيس بتاعه. ممكن تحطيه في بولة فيها مية سخنة، دي طريقة للتسيح. الطريقة التانية برضو سهلة هنجربها مع بعض دلوقتي، هي ان احط الشوكولاتة في الميكرويف. اهم حاجة كل 10 ثواني 30 ثانية بنديها تقليبة ونرجعها تاني. ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان الشوكولاتة مش تشيط من حتت كده وتحروق وريحتها تبقى مش حلوة وطعمها يبقى باظ خلاص. فاهم حاجة نحطها ونقلب ما بين كل ثانية والتانية. نيجي بقى لتاني حاجة هنستخدمها في الوصفة الترند دي، هي زبدة الفستق أو زبدة البيستاشيو، ليها كذا مسمى، وممكن طبعا تتعمل في البيت بأقل تكاليف. ودي ممكن تكون أغلى حاجة في الوصفة عموما، هي ب225، ودي يعني يعتبر أرخص زبدة بيستاشيو شفتها، وعلى قد طعمها ان هو حلو بجد على السعر ده. ما حسيتهاش مغشوشة، ما حسيتهاش ما فيهاش فستق، لا طعمها فيها فستق كده. هي مسكرة شوية للناس اللي ما بتحبش السكر، فممكن ما تعجبهمش. الناس اللي مش بتحب السكر زيادة هي مش قوي يعني، لان دوقت بيستاشيو بتاعت سما، بجد كانت مسكرة اكتر من دي بكتير. هي سكرها يعني متوسط مايل للمسكر يعني. على العموم انا استعملت يعني حبة صغيرين جدا، اقل من ربع الازازة على بار الشوكولاتة اللي هنعمله، او مكعبات الشوكولاتة اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. فممكن لو تعرفوا اماكن بتبيع 50 مثلا جرام بيستاشيو، ممكن تجيبوا 50 جرام بدل ما تجيبوا الازازة دي كاملة. واكيد طبعا ممكن نعملها من غير بيستاشيو خالص، ممكن نحشيها كنافة بس محمرة، بجد هتبقى خطيرة. يعني هو ترند بس طالع كده وخلاص وهيروح لحاله، بس لازم نجربه مع بعض. جبت بقى كنافة اللي باقي عندي من رمضان. طبعا استعملت اقل من ربع كيلو كنافة بكتير، بس انا بقى طلعت الربع كيلو اللي عندي او نص كيلو، اخدت منه شوية هحمصهم بقى بزبدة او سمنة ومعلقة واحدة من الزيت. هفضل بقى اقلب فيهم زي الشعرية كده لحد ما ياخدوا لون ذهبي كده وقمر. وهنشوف مع بعض مراحل الكنافة لحد ما تاخد اللون المطلوب. نخلي بالنا عشان لو اخدت لون حلو وعجبنا ولو سيبناها في الطاسة على العين اللي مولعة واحنا طافيين النار هتاخد لون اكتر وهتتحروق. فحاولوا تظبطوا كده التسوية بتاعتها عشان ما تبقاش طعمها ممرر. ودي بقى الشوكولاتة طلعتها من الميكرويف يعني سايحة وجميلة جدا، سخنة شوية طبعا. هنزل بقى بأول طبقة. ممكن طبعا نجيب علبة بلاستيك من بتاعة الجبن أو العلب بتاعة التلاجة العادية خالص، ونعمل يعني صف كده شوكولاتة، ديسك أولاني. بعد كده هنحشي الحشو في النص، بعد كده نرجع نحط شوكولاتة. بجد هتطلع بار شوكولاتة كبير، هتقطعي منه بقى لأولادك وحبايبك، وهتأكلي العيلة كلها منه.
بس انا حبيت اعملها في السيليكون دي عشان تبقى سهله معايا وانا بطلعها. طبعا مش محتاجه اقول لكم، لو عملتوها في صينيه او علبه بلاستيك ممكن تدهنوها دهنه زيت ريحته حلوه، تدهنوها دهنه خفيفه جدا عشان تطلع معاكم بكل سهوله. وبرده ممكن قبل الخطوه دي نجيب شوكولاته بيضه ونعمل زجزاج كده، وبعد كده ننزل عليه بالشوكولاته الغامقه، وبعدين ننزل عليه بالكنافه بالبيستاشيو. زي ما هنشوف دلوقتي هنحط البيستاشيو مع الكنافه ونقلبهم مع بعض. ما تنسوش بقى وانتوا بتعملوا حاجة تصلوا على النبي وتسموا بالله عشان كل حاجة تطلع معانا حلوة وفيها بركة كده وخير. كل ده انا سايبة الكنافة على نار هادية جدا زي ما بنعملها كده للكنافة بالمانجا، وارجع بس اقلب فيها كل شوية عشان ما تاخدش لون من جنب وجنب تاني لا. طبعا عارفين ان انا مش بحب طبعا اي حاجة تكرف اي حاجة حلوة انا عاملاها، فغطيتها بستريتش او باكياس عشان الشوكولاتة ما تبقاش كارفة اي حاجة من الفريزر. بقى للبيستاشيو دي حسب ذوقكم، يعني عايزين تكتروه قوي، انا بصراحه ما كترتوش قوي، يعني طعمه كان واضح بس بسيط. طبعا في الوصفه الترند اللي بيعملوها بيغرقوه بيستاشيو، انا بقى مش بحب السكر كتير فحطيت شويه منه لحد ما الكنافه معايا تبقى ملزقه. الوصفه دي من غير مقادير، دي نسبه وتناسب. انتي حابه تحطي كنافه كتير، حابه تعلي طبقه الشوكولاته، حابه تستعملي 2 بار او 3 من الشوكولاته اللي انا استعملتها، دي حاجه ترجعلك. سبت الشوكولاته من ربع ساعه لنص ساعه يا دوب بس تماسكت كده وخدت كفر من فوق. هنزل بقى بالكنافه بالبيستاشيو اللي قلبتهم مع بعض، نزلت بمعلقه في كل كوبايه. هحاول كده اظبطها ووسطنها بحيث لما املى الشوكولاته يا دوب املى الفراغات اللي في الجناب، تطلع كده مكعب شوكولاته او دايره او كب شوكولاته. ممكن بقى تقدميه لضيوفك يبقى شكله النهائي حلو. هنشوف مع بعض الشكل النهائي تاني يوم ان شاء الله، لان انا كنت عاملاها بالليل متاخر، بس هنشوفها مع بعض في الفيديو ده في اخر الفيديو. وطبعا مش محتاجة اقول ان لو الشوكولاتة قفشت في الكوباية او المج اللي انا حطاها فيه او البولة بنرجع نسخنها تاني، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة تقليب مستمر. ممكن طبعا نحط الشوكولاتة على حمام مائي، والناس اللي مش عارفة يعني ايه حمام مائي، بنجيب حلة فيها شوية من المية، بنجيب بولة استانلس او اي حاجة معدن ينفع نحطها فوق النار، بنحطها فوق حلة البخار، المية ما تلمسش البولة اللي فوق، يعني ما تلمسهاش عشان برضو الشوكولاتة مش تشيط مني. عايزة بس البخار يسيحها، يعني ما يلمسهاش المية، ما تلمسش الحاجة المعدن اللي احنا حاطينها فوق. بنحط بقى فيها شوكولاتة بيضة، شوكولاتة دارك او شوكولاتة بني، وبعدين بنسيبها بقى تسيح خالص. برضو دي حاجة حلوة جدا بس بتاخد وقت، فاللي عنده مايكرويف هيبقى الموضوع معاه اسرع. هي دي طريقة التسييح زمان من قبل الميكرويف. هنا بقى الكنافة بالبيستاشيو طبعا فضل منها شوية، قلت بقى ممكن احط عليهم بولة ايس كريم، ممكن تبقى افكار حلوة كتير للكنافة بالبيستاشيو. هنا بقى الكوباية طلعتها زي ما انتم شايفين شكلها كده، طبعا شكلها يعني عشوائي لحد ما. هحاول اظبط الاطراف دي والحروف عشان تبقى شكلها منمق اكتر. عملتها بالمقشرة كده زي ما انتم شفتوا كده بالطريقة دي. احاول اسويها، ممكن نعملها بسكينة طبعا. لو حابين الشكل منمق عن كده ممكن تقلبوها اصلا وتحطوا فيها بولة ايس كريم. يعني ممكن افكار حلوة كتير حلوة بقى، ممكن في العزايم، ممكن في اعياد الميلاد، ممكن في الاعياد عموما للسهرات. حاجة لذيذة وخفيفة وحلوة، بس يعني هي مش خفيفة الصراحة، هي دسمة جدا. يعني دي تجربتي معاها جميلة جدا، هي عجبت الاولاد قوي، بس انا بالنسبة لي يعني اكل منها قطع صغيرة، مش هقدر اكمل مكعب او دايرة كاملة. هي عايزة عشاق الشوكولاتة قوي يقعد ياكل بقى الكوباية الكاملة دي كلها. التجربة الحمد لله كانت ناجحة، والترند طبعا يعني هو معمول عليه ضجة كبيرة، بس هي ميكس الكنافة مع الشوكولاتة نفسها طعمه حلو، الكنافة مقرمشة كده مع الشوكولاتة، يعني تجربة هايلة. يلا بينا بقى نعمل حاجة كده العشوة، يعني حاجة لذيذة. هنعمل جلاش بالجبن، هيقلب معانا طعم، يعني طعم كأنكم شارين فطيرة جبن، ما تفهموش ازاي. يلا بينا نشوف الوصفة. جبت صينية بقى مربعة، جبت لفة الجلاش كانت عندي في الفريزر، جبت بقى ورقة جلاش كده ما بين كل ورقة وورقة، بدهن دهن السمنة، وبعدين بنزل بقى بميكس جبن، جبنة بقى رومي على شيدر، اي انواع جبن عندي، جبن باقية عندي فضلت في التلاجة محدش عايز ياكلها بشيلها في الفريزر في علبة، بجمعها بعمل بيها صينية جلاش بالجبن.
بجد بتبقى طريقة جميلة جدا وموفرة، وفي نفس الوقت بتلملي ميكسات الجبن كلها اللي عندي. ممكن طبعا نستعمل جبنة فيتا، ممكن نستعمل جبنة قريش، ممكن نحط خضار زي ما انتوا حابين. انا حبيت احط فلفل احمر واخضر. هتطلع معايا فطيرة فطيرة بجد، يعني فطيرة الجبن. عارفين اللي بنجيبها من عند الفطاطري الجاهزة دي؟ هي دي، بطريقة سهلة وبسيطة. جبنا بقى الموتزاريلا كمان، ميكس شيدر مع موتزاريلا. الجبن بقى حسب ذوقكم، حطوا فيها اللي انتوا تحبوه. عايزين تحطوا سلامي، عايزين تحطوا بسطرمة، حابين بتحطوا ميكسات اي حاجة تانية، يعني ميكسات مع الجبن تمام جدا، مش هتقول لا خالص. جبت بقى السمنة مع زيت كده خفيف، دهنتهم كده ما بين كل طبقة وطبقة عشان الجلاش يطلع معايا او الفطير يطلع مورق. هنيجي بقى للفرن. الفرن طبعا ساخن مسبقا لدرجة حرارة 180. الطبيعي طبعا اللي بعمله على طول ان انا بحط كوباية اللبن مع البضاية مع الفلفل الاسمر مع الملح مع شوية الخل، بحطهم في بداية التسوية. لسه هقطع هحط اللبن مع البيضة. لا المرة دي بقى مش هعمل كده، هرجع بقى كام سنة لورا كده اشوف مامهاتنا كانت بتعمل ايه. كانوا بيحطوا البيضة واللبن في نص التسوية. الحركة دي يعني بتفرق شوية في الطعم، بتحس ان هو فطير كده مورق اكتر، طعمه طري. جربوها تعجبكم قوي. قلت افكركم بالحركة دي، طبعا كل اجدادنا ومامهاتنا كانت بتعملها زمان. حطيت بقى شوية السمنة اللي فاضلين كده عشان تطري لي الوش. قطعت بقى مكعبات سلايزات، عايزين مستطيلات عايزين مثلثات، يعني قطعوا التقطيعة اللي انتوا بتحبوها. دخلها بقى على الفرن 10 دقايق ربع ساعة، ارجع لها تاني انزل عليها بكوباية اللبن والبيضة وشوية خل شوية ملح صغيرين. ما نكترش ملح لو حاطين جبنة رومي عشان ما تبقاش حادقة معايا. وهنزل بقى بالموتزاريلا كمان لو حابه تحطي من فوق على الوش بعد ما تنزلي بالبيضه واللبن. والخل مهم جدا بتاع زفاره البيض، وبيدي هشاشه للفطير او الجلاش اكتر. اهم حاجه بقى والخطوه المهمه جدا، بنمسك صينيه الجلاش او الفطير بنميلها كده بكل الزوايا بحيث اللي احنا قطعناه مكانه ينزل القاع تحت، اللبن والبيض يوصل للاخر. بس كده. هنحط بقى جبنه شيدر من فوق او ميكس شيدر مع موتزاريلا على كل مكعب كده عشان الشكل يبقى واضح في النهايه، اعرف اشيله من الصاج يبقى كل قطعه كده منفصله عن قطعتها. بس كده. يعني وصفه سهله تعملوها في العشاء، تعملوها في عزومه، تعملوها في سهره، هتنفع معاكم في اعياد الميلاد لو حابين افكار وحاجات كده. هتلاقوا الفكره دي حلوه. شايفين بقى المورقه ازاي؟ بجد خطيره، طعمها فطير. يا رب يكون الوصفة عجبتكم، ويا رب يكون الفيديو عجبكم، وانتظروني في فيديو جديد.